الأستاذ هشام مرسلي محامي بهيئة الدار البيضاء. النيابة العامة رأت متابعة السيد إلياس أكوهان بمقتضيات القانون 81/12 المتعلق بالساحل وبمقتضيات القانون الجنائي المادة أو الفصل 443 والفصل 444. صحيح. هي تهم عدم اتخاذ أول مخالفة النظم القانونية لسير المركبات لا سيما في الرمال، وعدم السياقة مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، الأمر الذي تسبب في أضرار جسمانية للطفلة غيتا. بادئا لابد أن أعرب من موقعي، وباعتباري أنني المحامي ديال المتهم هذا لا يمنعني من أن أبدي تعاطفي مع هذه البنية، لأن غيتا اليوم ما كنشوف فيها بنتنا وبنت المجتمع المغربي والمغاربة قاطبة، ما نقدروش نقولوا إلا الله يشافيها ويجيب لها الشفاء. حنا كنقدروا حتى الشعور والمشاعر ديال الوالدين ديالها بنيتها ديالهم هذه، ومسألة طبيعية أن الوضع اللي كانوا عليه مسألة حنا كنتفهموها، غير أنه من موقعي هذا نوضحوا واحد المجموعة ديال المعطيات المرتبطة بالسياق ديال هذا الملف. أولا حنا شفنا التفاعل ديال مجموعة ديال الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي حاولت أنها تصور الشاب إلياس على أساس أنه مثلا ابن الفشوش وأنه زيغ وأنه دون احترام القانون. أقول بأن إلياس ليس كما تم الترويج له. إلياس ابن حي شعبي أو نقول متوسط.